هنا صوت الليل، صوت الذي لا يرى لكنه يسمع حين يسكن كل شيء حولنا. في هذه الحلقة سنتكلم عن شيء لا نحب أن نتكلم عنه، عن العار. لا العار كما يعرف في كتب الأخلاق أو في لائحة العادات الاجتماعية، بل العار الذي يتسلل إلى أعماق النفس فيصير سجناً لا مفاتيح له. العار ليس خطيئة، بل هو الإحساس بأن وجودك في حد ذاته خطأ، هو الشعور بأنك ناقص، بأن فيك خللاً لا يقال، لكنه يقرأ في نظرات الآخرين وفي سكوتهم، في تعبير وجه أم خذلها ابنها، أو في ظهر أب انصرف دون أن يكمل العتاب. هل مررت بذلك؟ أن تخاف أن ترفع صوتك، لا لأنك تخاف العقاب، بل لأنك تخاف أن تكشف، أن يفضح ما تحاول جاهدا إخفاءه، أنك لست كما يتوقعون ولا كما ينبغي أن تكون. ذلك هو العار، لا يصرخ لكنه يهمهم في كل لحظة: أنت لا تستحق. عقدة العار لا تولد معنا، بل تغرس فينا، ربما بكلمة قاسية في الطفولة، أو بنظرة ازدراء في المراهقة، أو بلحظة خذلان لم يبرر لكنه خلف شرخا. وحين يتكرر ذلك الشرخ تتكون تلك العقدة، فنبدأ بالاختباء، نرتدي أقنعة المثالية، نبالغ في العطاء أو نتقمص اللامبالاة، لكن في الداخل في أعماق الروح نصرخ: هل يمكن أن أحبه كما أنا؟ العار يعطل الحب ويشوه العلاقة بالذات، فكيف تحب من تظنه لا يستحق؟ وكيف تسامح من تشعر أنه عيب في ذاته؟ هكذا نصير غرباء عن أنفسنا، نركض بلا راحة، نحاول أن نكسب القبول بأي طريقة، ونتفادى كل ما يذكرنا بنقصنا. لكن مهلا، ألا ترى أنك لم تخلق هذا النقص، وأن ما تحمله من عار ربما ليس عارك، بل هو إسقاط من ماض لم تختاره، من مجتمع لا يعرف كيف يربي دون أن يخجل، ولا يوجه دون أن يدمي. إذن ما العلاج؟ العلاج ليس سهلا، لكنه ممكن. أن تبدأ بالاعتراف وتقول: أنا أشعر بالعار لكنني لست العار ذاته، وأن تقول لنفسك: للحق أن أكون حتى لو لم أكن كما يريدون. أن تبحث عن حضن آمن، وعن علاقة لا تشترط فيك الكمال، عن صوت يخبرك: أنا أراك بكل ما فيك وما زلت هنا. في النهاية العار لا يذوب بالسكوت بل بالضوء، فلنضئ على تلك الزوايا المعتمة ونقول لأنفسنا وللعالم: كنت أختبئ لأنني لم أعرف أنني أستحق النور، وصوتي مع كل من حمل هذا العبء طويلا. آن لك أن ترتاح. إلى اللقاء.